قبل ما نبدأ فيلمنا النهارده يا ريت ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهارده. بيبدأ فيلمنا مع بنت بتصرخ جامد وبتقول إن في حد كان هيقتلها، فالشرطة بتقول لها اهدي وقولي ايه اللي حصل، فبتقول لهم إنها كانت مع أصحابها في طريقهم وخلص منهم البنزين، فراحوا البيت يطلبوا المساعدة. بس للأسف كل شخص دخل البيت ده اتقتل بطريقة وحشية جدا، وكان في مجموعة منهم راجل بمنشار بيجري وراها عشان يقتلها، فهي نطت من الشباك وفضلت تجري لحد ما لقت عربية على الطريق وركبت فيها. وبتروح البنت للمستشفى وبتروح الشرطة للبيت وكمان بيطلبوا إسعاف يمكن يلاقوا حد عايش هناك. وبيقرر الضابط يدخل حتى قبل ما الدعم يوصل، وبيلاقي عربية قدام البيت وبيكون فيها 2 طلعوا منها وبيدخلوا البيت. وبيطلع الضابط ينادي على درايتون وبيقول له يطلع من البيت هو وابنه جايد عشان في بنت قالت انه ذبح صحابها، فمحدش هيتجاهل الموضوع ده. والباب بيتفتح وبيطلع درايتون وبيقول له احنا بنحمي البيت والعيله. بيقول لهم الضابط تطلعوا من البيت قبل ما الشرطه تيجي وتطلعوا بالعافيه، ولازم تسلموا الولد اللي معاكم. بس كل اللي جوه بيكونوا رافضين تماما انهم يسلموا الولد. بتوصل وقتها عربيات تانية كلها مسلحين بس مش من الشرطه، وبيبداوا يولعوا في البيت، وبيبدا يحصل هجوم بينهم وبين اللي في البيت، وبيتقتل وقتها معظم العيله وبيتحرق البيت. وبيروح الضابط يزعق مع ألبرت وبيقول له ده كله غلطك، فبيقول له ألبرت وده يشرفنا أصلا. بعدها البيت بينهار تماما بعد ما بيتحرق، وبيروحوا يدوروا في الحطام الموجود بيلاقوا منشار كهربي، فبيقول بارت انه هياخده ويعلقه في البار اللي عنده. بيروح واحد منهم للجراج وبيلاقي الست ومعاها طفل صغير وبتقول له ينقذهم، فبيقول لها حاضر، وبياخد الطفله وبيقتل امه. وبيروح بالطفله وبيقول لأرلي انه لقاها بين الشجر وبيدخلها العربيه، فبتقول له انت هتحتفظ بيها صح؟ فبيقول لها هعمل كده عشانك. وبيروحوا لباقي العصابه. وبعد سنين كتير بنلاقي شابه شغاله في سوبر ماركت وبتطلع تقابل صاحبتها وبيتكلموا عن الرحله اللي هيطلعوها سوا. وبعدها بنلاقي البنت دي راحت لبراين ألبت. بعدها بيوصل لهم بريد ورساله للبنت دي، وبتعرف ان جدتها ماتت من 3 أسابيع. فبيقول لها انا كنت فاكر ان الاتنين ميتين، فبتقول له وانا كمان كنت فاكره ده. وبنلاقي أرلي بتتخانق مع جافن انها دايما كانت عايزه طفل، وبتكون البنت دي قاعده معاهم، وبتقول لهم البنت دي انتوا ما قلتوليش ده ليه قبل كده. فبيقول لها جافن نقول لك ايه، ان امك مش بتخلف؟ فهي بتقول لهم انا مش عايزه حاجه غير اعرف انا مين ومين اهل الحقيقيين. فبتقول لها احنا اللي ربيناكي، لان الناس دول حتى ما كانش ليهم وصف. وبنعرف ان البنت دي اسمها هيزر، ودي اللي هم اخدوها وهي طفله. وبيقول لها جافن ان لولا امها كانت هناك كان زمانها ميته دلوقتي. فبتقول لهم انا هخرج واروح لهم. فبتجري وراها أرلي وبتقول لها لو رحت هناك هتدخلينا في مشاكل. فبتقول لها هيزر انت بتتكلمي عن ايه؟ فبتقول لها أرلي ان تكساس ده اخر مكان ممكن تفكري تروحي له. وبتمشي هيزر وبتسيبهم، وبترجع هيزر لبراين وبتقول له تخيل انك تكتشف ان اهلك كانوا بيكذبوا عليك طول حياتهم وانهم طلعوا متبنيينها. وبتقول لبراين انها هتحجز حاجتها وتروح لتكساس، وهو ينسى موضوع عيد الهالوين بقى. وبتروح لهم نيكو وقتها ومعاها صاحبها، فبيقول لها براين انه فكر انها هتحتاج شله بعد اللي حصل معاها بخصوص جدتها. وبتقول لها نيكي حبينا نيجي معاكي عشان ما تبقيش لوحدك، وبتقول لها بعد كده هتيجوا معايا. بيقرروا كلهم يروحوا لتكساس، وبيكونوا كلهم في عربيه مشغلين مزيكا اكنهم رايحين رحله. بتشتت الدنيا جامد عليهم وبيكونوا محتاجين اكل كمان، وبيدفع كيني تمن البنزين وبيكملوا طريقهم. بس فجاه بيخبط كيني في شخص وبيقول له اسف ما كنتش شايفه، وبيسالهم انتوا رايحين فين؟ فبيقول لهم كيني انهم طالعين على نيو أرولانز. فبيقول لهم انتوا اكيد بتهزروا، انا كمان رايح لشغل في الطريق ده كمان. بتساله هيزر على عربيته، فبيقول لها دي قصه طويله، بس في العموم صاحبتي نزلتني من العربيه ورجعت لهنا مشي. وبيسالهم لو ينفع ياخدوه معاهم وهيدوهم $6 وده كل اللي معاه. فبياخدوه وبتقول له هيزر انهم هيقفوا الاول في تكساس وبعدها يكملوا في طريقهم. وبيكملوا بعدها طريقهم وبيوصلوا لتكساس وبيكونوا كلهم تعبانين من الطريق. بيسال براين هيزر اذا كانت كويسه، فبتقول له انها بخير بس عقلها مشغول في مين ممكن يكون اهلها. فبيقول لهم اللي ركب معاهم لا ده الحوار طويل بقى انا عاوز اعرف. فبيقول له براين هنلم شمل عيله، وبتقول له هيزر ان جدتها ماتت ولازم تخلص الاوراق، وانها لسه عارفه ان عندها جده من يوم بس وبرضه هتفضل من عيلتها يعني. فبيقول لهم الشخص ده ان العيله حاجه مش مهمه اصلا. وبعد كده بيوصلوا لبلده نيوت، وبتسال نيكي هيزر اذا تعرف حاجه عن المكان ده، فبتقول لها ما اعرفش غير العنوان بس. وبيفضلوا مكملين في طريقهم بس مش بيكون البيت ظاهر ابدا. فبتقول هيزر لبراين يمشي من الطريق اللي قدامه، وبعدها بيوصلوا البيت وبيقول براين لهيزر هو ده البيت. بيلاقوا بوابه كبيره قدامهم وبيقولوا اكيد في حاجه ضخمه ورا البوابه دي.
بتنزل هايزر من العربية وبتلاقي عربية تانية وصلت ليهم، وبينزل منها فانزويل وبيكون عارف انها هايزر من العربية. بتشكره انه راح لهم، فبيقول لها اعمل اي حاجة عشان فيرنا، وان جدتها دي كانت طيبة جدا وشخصية كويسة رغم انها قابلت معاملة وحشة جدا من الناس. وبيقول لها انا ما كنتش اعرف انك هتجيب اصحابك معاكي. فبتقول له هايزر في مشكلة؟ فبيقول لها ده هيبقى بيتك لو انت عايزه، بس فيرنا بتمنعك تبيعيه حسب وصيتها. وبيقول لها ان كل حاجة موجودة في الاوراق اللي معاه. وبيروح فانزويل وبيسلم المفاتيح لهايزر، وبيقول لها دي مفاتيح كل الاماكن في البيت لان جدتها كانت بتحمي البيت بشكل كويس. وبيفتح لهم البوابة. بيقول لها ان في حاجات كتير جوه البيت هتكون ملك ليها كمان. وبعدها بيطلع لها رسالة من جدتها وبيسيب لها رقم وبيمشي. فبتقول له هايزر انت لقيتني ازاي؟ فبيقول لها لاقيكي؟ انت عمرك ما كنت ضايعة اصلا. فبتستغرب هايزر جدا وقتها. وبعد كده بيدخلوا البيت كلهم وبيلاقوا قصر قدامهم، وبيلفوا في البيت وبيلاقوا ترابيزة بلياردو وبيقعدوا يلعبوا. وبتطلع هايزر من البيت وبتلاقي عند البيت مقابر لليلى، وبتشوف مقبرة جدتها وكمان بنتها. وبيبقوا كلهم معجبين بالمكان جدا وعايزين يقعدوا فيه لتاني يوم. وبيقولوا ان داريل هو صاحب الفكرة دي. وبيدخل هو البيت وقتها وهما بيروحوا يشتروا اكلهم، بس بيطلع داريل ده حرامي اصلا وبيبدأ ياخد الحاجات اللي في البيت. بيوصلوا للسوبر ماركت وبيتفقوا هيعملوا ايه، فبيشوفهم راجل وبيبقى معجب بهايزر وصاحبتها. بيدخلوا يدوروا على اللي عايزينه هناك. بنلاقي داريل في البيت لسه وبيكتشف مكان سر في البيت، وبينزل عشان يكتشفه. بيلاقي باب كبير قدامه وبيدخل الأوضة المقلوبة، وبيلاقي طبق فيه أكل على الأرض وفيه باب مقفول. وبيفضل داريل مصمم يفتح الباب ده بأي طريقة، بس فجأة بيطلع حد وبيقتله. بتدور وقتها هايزر على فحم وبيقول لها شرطي موجود جنبها على نوع أحلى، وبيعرف إنها عايزة فحم لبيتها وأصحابها. فبيقول لها أهم حاجة ما تعملوش دوشة عشان ما يتقبضش عليكم. وبيقول لها بعد كده فين بيتك بقى؟ فبتقول له على طريق هوستايد. فبيقول لها مفيش غير بيت عيلة كاراسون. فبتقول له إن هو ده بالظبط. فبيقول لها أنا كنت فاكر إن محدش فيه هناك. وبتقول له هايزر إنهم هيكونوا هناك من الوقت ده. بيقابلها بيرت هارتمان وبيقول لها إنه عمدة البلد دي وبيتعرف عليها. وبيقول لها سمعتك بتقولي حاجة عن بيت عيلة كاراسون. فبتقول له إنها ورثته. فبيسألها بيرت هو أنت من العيلة دي؟ أنا ما شفتكيش قبل كده. فبتقول له أيوة أنا ما كنتش هنا. وبيقول لها عينك شبهها. فبتقول له أنت تعرفها؟ فبيقول لها بيرت ده كان في بيني وبين عيلتك تاريخ طويل، وهو عارف ان عيلتها مش هيحبوا يشوفها تمشي في الطريق ده. وبيقول لها انه هيشتري منها البيت. فهايزر بتقول له لا مش عايزه وبتمشي. بيروحوا بعدها للبيت وبتطلع هايزر تلف في البيت، بتلاقي صورة العيلة متعلقة. بتلاحظ انهم لابسين نفس السلسلة، وبتشوف ان على جسمها علامة زي السلسلة بالظبط. بيكون كيني بيعمل لهم الاكل وقتها وبيلاحظ باب غريب، وبيقول لهم ان في باب سري وبيدخل فيه. وبعدها فجأة بيظهر قدامه راجل وبيجري وراه عشان يقتله. بس قبل ما نكمل مشاهدينا يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب بسرعة، ويلا نعرف ايه اللي حصل بعد كده. بيفضل كيني يجري بس مش بيلحق، وبيقتلوا الشخص الغامض ده. بتدخل بعدها نيكي لبراين وبتقول له تعالى بسرعة في حاجة حصلت، وبتبدأ تعيط. وبيروحوا الاسطبل وبتطلع نيكي بتضحك عليه عشان عايزة تخون كيني معاه. في الوقت ده بتكون هايزر في الأوضة بتشوف لبس، وفجأة بتلاقي جثة وراها في المراية. فبتطلع تجري من الأوضة وتنادي على براين، بس براين مشغول بحاجة تانية دلوقتي. ومش بتلاقي هايزر أي حد في البيت، وبتلاقي قدامها شخص وشه محروق وبيضربها وبتاع على الأرض وبتفقد الوعي. وما بتفوق بتلاقي الشخص ده قدامها وماسك منشار وبيقطع إنسان. بعدها بتلاقيه وهو بيقسم كيني 2 بالمنشار. فبتقوم بسرعة وبتطلع تجري وهو بيفضل يجري وراها. وبتستخبى وقتها في مقابر العيلة، وبتلاقي تربة مفتوحة فبتدخل فيها وهو مش بيشوفها، بس بتكون من كتر الرعب مش قادر تتحكم في صوتها. وصل لمكانها وبدأت تصرخ. فبيسمعهم براين ونيكي وبيطلعوا يشوفوا فيه ايه. واول ما بيشوفوا الشخص ده بيحاولوا يهربوا منه ويدخلوا الاسطبل تاني وبيضربوا عليه نار. وفجأة بتروح هايزر بالعربية وبتقول لهم يلا بسرعة لازم نهرب. وبيعرفوا بعدها ان كيني كمان اتقتل. وبيحاول براين يهرب وبيخبط في البوابة، بس العربية بتعطل وبتقف. وبيفضلوا مستنيين البوابة تفتح عشان يهربوا، بس بيكون القاتل وصل لهم وضرب العربية بالمنشار. وبعد ما بيمشوا بيعملوا حادثة وبيموت براين. وبيوصل لهم الشخص ده وبيحاول يطلعهم من العربية، وبيجي يقتل كيني. فبتطلع هايزر وبتشتمه وبتطلع تجري، فبيروح وراها. بتحاول تهرب من الغابة وبتوصل لمكان فيه ناس كتير، وكلهم أول ما بيشوفوه بيبدأوا يهربوا، وهو برضه بيفضل يجري ورا هايزر. مش بتلاقي هايزر قدامها غير الملاهي، فبتطلع فوق وهو بيستناها تحت عشان يقتلها. فبيوصل الضابط وبيقول له يرمي المنشار عشان ما يقتلوش. فبيحدف الراجل المنشار في الضابط وبيطلع يجري، ووقتها بيقدر ينقذ هايزر. بتوصل الشرطة للمكان وبيلاقي العربية كلها دم، وبيلاقوا كمان دم على الأرض. وبيروح الضابط لهايزر وبتقول له إنها ما كانتش ينفع تاخد صاحبها معاها،
فبيقول لها المهم دلوقتي باقي أهل البلد كلهم، وإنهم لازم يخلصوا الموضوع ده قبل الفجر، وإنها لازم تطمن. وبيقابل المشرف هايزر وبتقول له إنه قتل صحابها، لكن نيكي كانت لسه عايشة بعد الحادثة كمان. فبيقول لها إنهم بعتوا شرطي بس ملقاش أي حد في المكان. فبتقول له هايزر إنها متأكدة إنها كانت هناك وأكيد هو أخدها. فبيقول لها أنت عارفة هو مين؟ قالت له لأ بس كان في البيت. فبيقول لها المشرف بيت مين؟ قالت له عيلة كارزون، وإن جدتها فيرنا سابته لها، وإنها لسه واصلة من كام ساعة، وبتقول له إنها من عيلة سويار كمان. فبيقول له الضابط جمعوا كل المعلومات اللي عندهم عن فيرنا كارزون وكمان معلومات عن عيلة سويار. فبيقول لها المشرف انت بصيت لوشه كويس؟ فبتقول له لابس وش بس وش بشري. وبيقول بعدها المشرف للضابط كارل انه هيحتاجه ينزل الشارع وبيخليه يمشي. بيوصل بيرت للمشرف وبيقول له ان في حد بيخرب الاحتفال. فبيقول له المشرف ده جايد سويار. فبيقول له بيرت مستحيل، احنا حرقنا البيت من سنين وانا كنت هناك ومحدش هرب. فبيقول المشرف يمكن خرج من مكان تاني، وان في راجل خرج من بيت فيرنا لابس قناع بشري ومعاه منشار. وبيقول الشرطي للمشرف انه خلاص قدام بيت عيلة كارزون. فبيقول له المشرف انا قلت لك ما تروحش هناك وتشوف العربية بس. فبيقول له الشرطي في اثار دم على الطريق فلازم يكمل بحث. وبيكلم العمدة الشرطي وبيقول له مسدسك معاك وادخل دور عليه. بس بياخد الشرطي امر انه يمشي بس مش بيسمع الكلام. بس قبل ما نكمل مشاهدينا يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب بسرعة، ويلا نعرف ايه اللي حصل بعد كده. وبتشوف هايزر الاخبار اللي كانت عن اهلها وكل الادله اللي كانت موجوده عنهم في الماضي. وبيدخل الشرطي البيت بيعمل فيديو وبيصور المكان. وبتفضل تقرا هايزر الورق وانهم قابلوا بيرت هارتمان قبل كده وان البيت ده اتحرق من زمان. بيدخل الضابط المطبخ وبيلاقي دم قدامه، بيفضل ماشي ورا الدم ده باوامر من بيرت. وفي الوقت ده بتكون هايزر مصدومه من اللي بتقراه وبتشوفه. بيوصل الشرطي وقتها للاوضه الغريبه وبيفضل ماشي ورا اثار الدم وبيكون قلقان جدا من المكان. وبيلاقي مكان كله أسلحة ولبس وأيادي كمان. بتكمل هايزر الورق وبتشوف صور أمها وبتعرف إنها كانت ضايعة منهم. بيوصل الشرطي الأوضة كلها جثث وناس متقطعة، وبيروح يفتح التلاجة وهو مرعوب. فبتطلع من التلاجة دي نيكي، بس من خوفه بيقتلها والخط كمان بيقطع. بيقول بيرت إنه هياخد رجالته ويقتله جايد أكيد. ووقتها بيظهر جايد وبيقتل الشرطي. وبيكون المشرف رافض اللي حصل ده عشان ما يكررش المأساة تاني. وبيروح الهايزر بس بتكون هي مشي. وبتروح هي تكلم فانزويل وبتقول له صحابي كلهم ماتوا وحصل حادثه من سنين، فانت ليه ما قلتليش؟ فبيقول لها انت فين دلوقتي؟ فبتقول له على اسم الشارع. وبيقرروا يتقابلوا في مكان معين. وبياخد وقتها جايد جثه الشرطي وبيقطعها، وبعد كده بيحط وش جديد وبيبدا يخيطه في نفسه. وبتقابل هايزر فانزويل وبيقول لها انا قلت لك تقراي رساله جدتك. فبتقول له بس انت كنت عارف كل حاجه حصلت. وبتساله مين الشخص ده؟ فبيقول لها جايد سويار، وبيكون ده ابن عمها. وجدتها كانت عرفته عليه وانه راجل كبير بس مريض عقليا وعقله زي عقل الاطفال بالظبط، وهو كان خايف جدا منه عشان كده ما عملوش حاجه. وبيقول لها ان جايد يعرفها هي كمان بس ما يعرفش هويتها. بيوصل بيرت للمكان وبيروح لهايزر بس هي بتهرب وبتخبطها عربيه، بس بتقوم وبتحاول تهرب. وبتقابل كارل وبتقول له ان بيرت بيطاردها، فبياخدها معاه وبيمشوا عشان يروحوا للمكان اللي هي عايزاه، بس هو مش بيوافق وبيكمل طريقه. وبيقول لبيرت ان هايزر معاه. فبيقول له بيرت ياخدها للمسلخه قريب من الوادي ويربطها كويس. وبيوصل جايد للاسلكي بتاع الشرطي وبيعرف انهم رايحين المسلخه، فبياخد كل ادواته وبيقرر يروح هو كمان. وبتحاول هايزر تضرب كارل بالسكينه بس مش بتقدر تعمل له اي حاجه. وبيكتفها وبياخدها المسلخه وبيربطها هناك وبيبدا يضربها كمان. في الوقت ده بيوصل جايد هناك وبيروح عشان يقتل هايزر، بس بيشوف العلامه اللي على صدرها فبيشيل اللزق من على بقها. وبتقول له انها بنت عمه هايزر، فبيقرر وقتها يحررها. بس بيوصل بيرت وبيبداوا يضربوه وهي بتهرب. في اللحظه اللي بيعذبوه بيقتلوه فيها بتروح هايزر وبتقتل واحد منهم، وبتروح لبيرت وبتحدف المنشار لجايد عشان يقتله. وبيقوم فعلا جايد وبيقطع رجل بيرت. بيوصل المشرف وبيتحايل عليه بيرت انه يقتله بس مش بيقتله، وبيدخل بيرت للمفرمه وبيموت. وبيقول للمشرف لهايزر تنظف كل اللي حصل ده. وبتاخد بعدها جايد وبيرجعوا للبيت وبتبدا تمسح دمه وبتبقى عايزه تشيل القناع بس هو بيوقفها وبيقوم. ووقتها بتقرا هايزر رساله جدتها وبتعرف ان اسمها ايدس وان اللي عايش معاها ده ابن عمها وما تحاولش تقرب منه بس يبقى في رعايتها، وانها كده اخر واحده في عيله سويار. وبتروح هايزر لجايد وبتروح تديله الاكل وبتقفل عليه. وهنا بنتهي فيلمنا النهارده. اتمنى الفيلم يعجبكم، ويا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.